ازاي ننظف القولون في البيت؟ السؤال ده بيتعرض علينا كتير جدا جدا. الموضوع ببساطه، جدودنا زمان لو حضرت حاجه زي كده كانوا بيقعدوا يوم الجمعه وياخدوا شربه اللي هو زيت خروع او ملح انجليزي ينظف القولون بيها. دي حاجه مهمه جدا، ليه؟ لانها بتنظف القولون من اي سموم موجوده. نفس الكلام بيستخدم في تحضير القولون. تحضير القولون ليه بروتوكول معين عشان تنظف القولون من جميع الشوائب اللي فيه عشان المنظار بتاعه يبقى مظبوط. طيب احنا بنحضر القولون ازاي؟ في حاجات كتيره موجوده في السوق، في دواء اسمه موفي بريب، وفي دواء اسمه بريبا ويست. دول عباره عن زي شربه الزمان بتاعت ملح انجليزي وشربه زيت الخروع، بس طعمهم افضل ونتائجهم احسن. بنحط كيس الف على كيس ب على لتر ميه، وبناخد كوبايه او معلقه، يعني بناخد الكوبايه دي بنشرب بق على مدار 6 ساعات. ده بيخلي البراز يدوب وفي نفس الوقت يتطرد. طبعا طول اليوم ده بيبقى رايح جاي على الحمام، بس ده اصلا حاجه صحيه انك تنظف القولون من اي سموم. وانا ممكن انظف القولون وانا حتى قاعد في البيت، ملوش اي اثار جانبيه، انت كده بتنظف القولون من السموم اللي موجوده. وفي نفس الوقت لما تيجي تتحضر لمنظار القولون لازم تلتزم بالليسته اللي الدكتور طالبها منك عشان المنظار يبقى نظيف، لان ده اول عامل يقول ان المنظار ده معمول صح. لان لو الدكتور دخل ولقى فيه براز في القولون، ده بيخلي ان المنطقه اللي متغطيه بالبراز دي ما تبانش كويس، وممكن لا قدر الله يبقى تحتها نتوء، والنتوء ده يقلب بعد كده. فمهم قوي لما نيجي نتحضر لمنظار قولون ان احنا نتحضر كويس. حتى لو مش بتحضر لمنظار للقولون وبنظف قولوني في البيت، الطريقه دي صحيه جدا انك تنظف من اي بكتيريا غير نافعه او براز متراكم جوه القولون.